كان من المفترض أن يبدأ المدرب بيتكوفيتش مهامه هذه الأيام أو يحل بأرض الوطن، بما أن التربص القادم لم يبقى له الكثير. لكن لحد الآن المدرب لم يأتي للجزائر، وفي مصادر أخرى قالت إن المدرب لخير مساعديه أنه غير راض بتغيير المساعدين واستبدالهم بطاقم جزائري عوض عنهم، وبهذا يفتح باب الرحيل. لكن هل الرحيل يكون مقرونا بتعويضات كبيرة بما أنه تم التجديد له قبل المونديال، أم يحل يرضي الطرفين؟ ونحن نعلم أن المدرب السويسري لن يفرط في حقه الكامل، فهل يتفاوض على التعويض أو يلجأ للطعس أم ماذا؟ بنسبة كبيرة جدا سيرحل، بما أنه يعلم أن الكل لا يرغب به ولا يريده مدربا بعد ما حدث في المونديال، وهذا الأمر يدفعه للرحيل مجبرا، حتى وإن بقي لن يضيف شيئا جديدا.